بعد ما رحنا مع بعض رحلة البحث عن الغصن المناسب للببغاوات، اليوم جبتهم عندي هنا وصنفرت واحدة منهم نظفتها وهذه لسه ما هي نظيفة، فخلنا أوريكم مثال كيف ممكن أستخدم هذا الغصن للببغاوات اللي عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما وين ما كنتم. أول حاجة أحب أهنئكم بمناسبة عيد الأضحى، كل عام وانتم بخير يا رب، ويعيدوا علينا وعليكم دائما باليم والبركات. طبعا في البدايه كذا المجثم اللي يكون موجود في القفص هذا شيء اساسي، لانه تقريبا اغلب وقت الطائر هو نايم، هو صاحي، هو قاعد يلعب او هو قاعد يتحرك حتلاقيه واقف على هذا الغصن. مهم للببغاوات الاليفه او حتى الانتاج مره مهم، عشان طبعا الثبوتيه داخل القفص، عمليه التزاوج والتلقيح، وبرضه عمليه التنقل بين القفص وطريقه مسك الانثى للمجثم او الذكر وتحركاتهم في القفص. فمهم جدا انك تعطيهم مقاسهم واحتياجهم على حسب ارجلهم، تختلف من ببغاء كبير او ببغاء صغير او حتى طيور او عصافير. احيانا كذا انت ممكن تشتري قفص لكن المجثم اللي يجي معاه ما يكون مناسب مع الطيور، او ممكن يكون حتى مناسب مع الطيور لكن انت تبغى شيء يحاكي الطبيعه اكثر، تبغى حاجه حتى شكله يكون اجمل. انا علشان اقدر اقطع هذا الغصن اول حاجه اخذت المقاس المناسب لنفس القفص اللي انا بحطه فيه، استخدمت منشار لاستخدام بسيط من الصاروخ، طبعا منشار خاص بالخشب، طبعا مش تستخدم منشار كهربائي او صاروخ، لكن اذا كان موجود عندك فحيوفر عليك وقت، لكن اذا ما كان موجود راح تسوي زي انا، رحت قطعت هذه الاغصان من الشجر اللي كان موجود على الارض ميت تقريبا ما كان له اي قيمه، فقطعتها واخذت احتياجي منهم. وبرضه راح اقول لك على كم حاجه تسويها قبل ما تحط الغصن هذا داخل القفص. الغصن هذا كان كثير معرض لبكتيريا وجراثيم، كان ممكن تضر الببغاء او تضر الطير لو احطه عنده مباشره. الحين خلينا نروح اوريكم كيف انا قطعته. وبرضو ازلت الاماكن، كان هنا شوفوا لو اوريكم، كان هنا في اماكن فيها دبابيس، هذه واحده لسه ما هي جاهزه، شوفوا كيف الدبابيس طالعه من عنده، فانا شلت هذه الاشياء كلها. استخدم المحاره الخشن اللي يستخدموها في الجدران، الخشنه هذه بانك انت تزيلها، يعني ما حتتعبك كثير، كم حاجه كذا بسيطه، وراح تزيل لك اي طبقات موجوده في الخشب ممكن تكون ضاره او موجعه للطير، لانه اساسا هذه كان فيها اغصان ممكن يتعور منها وهو طاير او خايف او حرك جناحه بسرعه، فممكن يتألم منها. لذلك لا تنسى انه هو ما هو قاعد في منطقة كبيرة، هو قاعد داخل قفص صغير، فلازم تأمن كل حاجة موجودة عنده داخل القفص. بعد ما اخذنا المقاس وانتهينا وقطعناها وحتى شلنا الاماكن اللي هي ممكن تكون بارزه او تكون ظاهره للطير، الحين خليني اوريكم كيف ممكن نحطه داخل القفص بطريقه حلوه وبسيطه. وهنا كمثال سريع، هذا الغصن اللي انا سويته، طبعا هذا انا سويته او مو غصن عفوا، هذا المجسم، هذا انا سويته من خشبه مكنسه عاديه، لكن الان راح استبدل هذا، راح اشيله من عند شمس. تعال شمس تعال، بطلع شمس اول حاجه، بعدين خليني اوريكم كيف راح اشيل هذه القديمه. تمام، اخذ مقاس القفص عاد ايا كان المقاس، مثل ما انتم شايفين هاخذ المقاس بالطريقه هذه واقطع المنطقه او احط علامه مكان القطع اللي انا احتاجه. وطبعا بعد ما قطعنا وخلصنا وسوينا كل حاجه، الحين راح نيجي نحطها ونشوف هل المقاس جاء مضبوط ولا يحتاج قص زياده. مضبوط، جاء بالملي ما شاء الله، خلاص تمام. شوفوا كيف تمام. ناقصه انه هو غير ثابت، شوفوا غير ثابت، فراح احط انا مسمار من الناحيه هذه واحط مسمار من الناحيه الثانيه، او عاد لو انت حابب انك تقصه من النص بالطريقه هذه، تسوي خط هنا كذا فراغ من هنا، لو انت ما عندك مثلا مسامير او درل بالمنشار تسوي وتحطها تلصقها وتعلقها في هذا المكان، لكن انا عندي دريل كهربائي فخليني استغله واحط مسمار في النص. خلنا اوريكم الان بعد ما حطينا مسمار، خلنا ايوه يضبط الفوكس بس الناحيه الثانيه برضو، شوفوا الفوكس مو يضبط، ايوه هذه الناحيه الثانيه. ثابت عندي في القفص مثل ما انتم شايفين، اصبح ثابت جدا ما يتحرك مهما سويت، وهذا اللي انا ابغاه. الان حتى المنظر حقه شوف تلاقي شكله جميل، يعني شوف الفرق بين اول والحين، تلاقي شكله كذا جميل، وبرضه الطائر حيقعد يلعب فيه ويكسر فيه، طيب، ومنها يقلل منقاره ومنها يقعد يمارس غريزته في تكسير الخشب والاشياء هذه. طبعا انا اتقصدت اني ما شلت هذه، خليتها عشان هو يلعب فيها. طبعا صح، نسيت اقول لكم انه انا قبل ما احطها هنا غسلتها بمويه حاره، مويه ساخنه جدا، عشان اتاكد انه كل البكتيريا او الفيروسات اللي ممكن تكون مضره انها تموت تماما من هذا المكان. فلا تنسى انك انت تغسلها وتنظفها بمويه حاره او مويه مغليه جدا. الان بحط شمس، خلنا نشوف رده فعله. ايش رايك يا شمس؟
مبسوط؟ وقبل ما انهي هذا الفيديو، الاهم حاجه تاكد انه اغصان اللي تاخذها من اغصان تجاريه او تكون اغصان ميته من اشجار ميته، ابدا لا تخرب الطبيعه وتاخذ الاغصان من اشجار حيه. بكذا انا انتهيت من كل اللي ابغى اقوله. يعطيكم الف عافيه على هذا الفيديو، اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه كثير. فامان الله.